تستغلوني ولا ايه؟ ورايا في كل حته، واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمه من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينه ده؟ ده فل وياسمين يا سعاده البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وشم سيادتك. روح ازرعوا حاجه مفيده ليها فايده، رقم، ملوخيه، شويه باميه، مش تقول لي نظر وشم. معاك حق فعلا يا سعاده البيه، معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحيه طيبه وارجو ان تكون بخير. وبعد أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسه جميع املاكنا واقوم الان بالتصفيه، وسيتم بيع كل شيء خلال هذا الاسبوع، وما ان احصل على المال حتى اتي اليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مره اخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما انك قد مت فعلا، والحمد لله ان هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. اوصيك بنفسك حتى اراك قريبا جدا جدا باذن الله. والدك الغطريفي. صباح الخير. ليك 5 تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا ست؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع على المعاش ما عرفش ينزل. حلوة بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي، بلاش. لقيتها زيادة، لقيت الحل، هجيب الشقة بس في عبد جاه النبي خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني لحسن من الساعة دي انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش، انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت بس، انا هتصرف معاه، ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبه القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايز شقه. تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب وانا من لحمك برضه وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن قدم شيء بيده التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ليه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسش يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه الشقه اللي انا هاخدها ايه؟ 3 مطارح، ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشه ميتهم. ايه الولد المعتوه ده قاعد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يابا عبد الجواد؟ يابا الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي، اخص. طلع الولد ده بره. حاضر بس اهدى سيادتك، تعال. هو انا عملت حاجه تزعل؟ لا ابدا، بس تعالى معايا يلا. يا ابو الغطريف طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره.
اهلا يا شعبان. افندم. انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حالة؟ سيادتك يا فندم غلطت. ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه سباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بتصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير، هي الحنفيه حامل؟ لا، محتاجه قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلب من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجبع علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك اهم. اتفضل اتفضل. روح يا بنت، امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده انا راجل محترم. ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب والف ب ت. ده كفايه الاستاتيكا والديناميكا ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت مالك نافش ريشك كده؟ تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه، هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحايل على ابوكي كمان مره. تحايل على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ أزمة بالليل والدكتور عنده فوق. هي دي أول أزمة له، ده ب7 أرواح. خير يا دكتور؟ الباقية في حياتكم. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا، الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني. باقي في حياتكم، ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك. امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصورة على دماغتكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك. هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة؟ طبعا
حوالي 6 مليون ونص. 6 مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزة خلصت. سعيكم مشكور. الله يرحمك يا بالغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الجواد؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انت بقى. بقول ايه يا ابو عبد الجواد؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزة خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخره.